ازاي نتعامل مع الافكار السلبية؟ ناس كتير جدا بتشتكي، كلنا بنشتكي من ان احنا طول النهار بتجيلنا افكار سلبية. كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده ان ده ميول خوفي احنا مولودين بيه ومخلوقين بيه، وان وظيفته انه ينبهنا دايما للاخطار عشان نحافظ على بقائنا. فغصب عننا كلنا بتجيلنا افكار سلبية. طب الافكار دي محتاجين ان احنا نعمل فيها ايه؟ اول حاجة محتاجين ان احنا نعي للخطر بتاعها، انها غصب عننا بتجذب الينا الحاجات اللي احنا بنفكر فيها. فلو انا كنت خايف ان انا ملحقش الميعاد، عامة مش هلحقه. لو كنت خايف ان انا اخبط العربية والخوف مسيطر عليا، غالبا العربية هتتخبط. لو خايف ان انا اعمل البرزنتيشن دي وحش او الميتنج دي وحش، او اروح ما اظهرش بمظهر لائق امام العميل اللي انا بتعامل معاه، غالبا ده هيحصل برضه. طيب ايه المفروض ان احنا نعمله؟ اول حاجة المفروض ان احنا ننتبه اليها ان احنا نبقى اكثر قدرة على قفش الافكار السلبية دي وهي بتدور في العقل الباطن. احنا بنسميه العقل الباطن او السب كونشس مايند، لانه ادراكنا ما بيلقطوش، هو يبطن الامور بتاعته عننا، عن ادراكنا. فهو باطن، وفي السب كونشس محتاجين ان احنا ندرب نفسنا ان احنا نلقطه ونقفشه. المسألة مش صعبة خالص، المسألة فيها شوية تحدي، ومع التدريب بنقدر ان احنا نقفش عقلنا الباطن بيفكر في ايه. لو انا عايز هقدر. اول مرة يمكن تاخد مني وقت طويل قبل ما اقدر ادري واوعى ان انا اقفشه. تاني مرة هتاخد مني وقت اقل بالممارسة وبالتجربة والتمرين. ممكن بعد كده ان انا اقفش افكاري السلبية في دقايق معدودات او في ثواني معدودات. بعد كده اعمل ايه بعد لما اقفش الفكرة السلبية؟ اول حاجة محتاجين نضحك، محتاجين نبتسم زي ما قلنا في الفيديوهات السابقة، ان احنا مش محتاجين ان احنا نريزيست الفكرة دي ليها دافع وليها اهمية في الوجود، هي موجودة علشان تحميني. فانا محتاج اولا اضحك وابتسم، لان انا بقيت اكثر وعيا واكثر ادراكا، وبدات اقفش الافكار اللي في العقل الباطن اللي انا ما كنتش باخد بالي منها قبل كده. فاكون مبسوط وسعيد ان انا بقيت اكثر قدره. نمرة 2، محتاج برضو ان انا اشكرها واقول لها thank you very much ان انتي جاية عشان تنبهيني ان انا محتاج احافظ على العربية اكتر، او احافظ على مواعيدي اكتر، او اكون جاهز اكتر عشان الميتنج اللي انا خايف منه او البرزنتيشن اللي انا بجهز لها. فانا بشكرك جدا عشان انتي جاية تنبهيني لهذا الموضوع. فحنمتن للفكرة السلبية، حنمتن ليها وحنشكرها. ثم بعد كده انا ضحكت، امتنيت، مفروض ان انا حاليا كمية جسمي اتغيرت وبدأت تروح على السيروتونين وعلى الهابينس هرمون، وان انا بقيت اكتر ادراكا. طيب هي الفكرة كانت جاية عشان تنبهني لايه؟ تعالوا نسلط كل تفكيرنا في ان احنا نركز في ازاي نتجنب اللي الفكرة كانت بتنبهني منه. فلو انا خايف على العربية، خليني اكون بسوق اكثر امانا، وخلي افكاري كلها ايجابية، وافضل اكرر لذاتي ولنفسي انا I will be safe، انا هوصل في سلام. وابدأ اتخيل ممكن صورتي وانا بركن العربية تحت البيت او رايح المشوار، والعربية امان وانا في امان وانا امن وعربيتي امنة. احط دايما اللي انا نفسي فيه، اتفائل بما اهوى عشان يكن. زي لما بنقول انا عند حسن ظن عبدي بي، او تفائلوا بالخير تجدوه. فتعالوا ننقي الحاجات اللي احنا نفسنا تحصل ونبدأ نتخيلها ونفكر فيها. ان انا بعمل الميتنج حلو جدا، احضر لها كويس طبعا واعمل الواجب اللي عليا، وان انا اروح افضل اتخيل الديالوج في الميتنج قبل ما اروح، قبل ما انام بالليل وانا في عربيتي سايق، ابني الديالوج وافكر في الحاجات اللي انا نفسي انها تحصل. لو قدرنا ان احنا نعمل ده بالتمرين مرة في 2 في 3، صدقوني هي فيها تحدي، لكن لو انت عايز هتوصل. تعالوا دايما نقرر ان احنا نفكر افكار اكثر ايجابية، ونقفش الافكار السلبية اللي بتدور في عقلنا الباطن من غير ما احنا بندرى بيها. هنقدر نقفشها، وهنحول افكارنا لافكار اكثر ايجابية، لصور اكثر ايجابية. تعالوا نفكر، هنعيش افضل. Thank you.